يا عم يقول لك هواك تعبان. هواك تعبان. واحمد علي بقى يقول حصلت او ما حصلت. انت كان عندك كام سنه؟ انا اه انت مع ايه بقى؟ ايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا جدعان، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده الوقفه تمام او العيد، واحنا بدانا في اليوم الجديد، فاحنا متاسفين ان احنا اتاخرنا الفتره اللي فاتت دي كلها، كانت مشاغل وكنا تعبانين شويه، حاجات كده ربنا اللي علم بيها. هو دلوقتي معانا محروس بيصور ومعانا احمد علي. السلام عليكم يا جدعان. طبعا يا جماعه احنا دلوقتي هنشوي كفته، وهنقول لكم طريقه الكفته بتتعمل ازاي. هاتي ورقه وقلم معايا كده يا ست الكل وركزي. هتجيبي اول حاجه 400 جنيه او 500 جنيه على حسب. هتروحي اي محل مشويات تقولي له هات كيلو كفته بس، وكده تكون الطريقه اتعملت وتاكلي احلى كفته. بس طريقه سهله وبسيطه يا جماعه وموفره. واحمد علي يا جماعه بيعمل النار اهو. طبعا دلوقتي يا جدعان بيعملوا الكفته. محروس يلا قول بقى، بيع بقى. مشوي يا مشوي. كيلو ب10 جنيه. ايه؟ الله يخرب بيتك يا حسام. ايه؟ مسي على الناس. طب قول لهم كل صباح سنه وانتم الفل، كل سنة طيبين. وانتم طيبين. صباح الفل. احنا بالليل يا عم استبر بقى، خلينا نتكلم. ماشي. اوه كل سنة وانتم طيبين، والفيديوهات الجاية هتبقى طرش ان شاء الله مع حسام الجوكر. كل سنه وانتم طيبين يا جدعان، وان شاء الله السنه الجايه اللي عايز يحجج امه ويكون تطلع حج وبتطلع اللهم على عرفات امين. ان شاء الله. اللهم امين يا رب. عيد وجعتنا يا جدعان. يا عم يقول لك هواك تعبان. هواك تعبان. هواك تعبان. بيهووا بألوية يا جدع. هواك تعبان. الرجالة الجامدين قوي قوي قوي، وحسام الجامد يا جدعان. ويا اخويا الفيديو اللي انتوا هتشوفوه ده مش هينزل يوم الوقفه. احنا النهارده الوقفه بس مش هينزل يوم الوقفه. ليه بقى؟ لان احنا واخدين انذار على اليوتيوب، هينزل كمان اسبوع. فانتوا دلوقتي بتتفرجوا في تراكين جامدين قوي انا عاملهم، انزلوا اتفرجوا عليهم. بس مش هقول لكم انزلوا على القناه اتفرجوا عليهم بس بعد الفيديو. الاكل بصراحه جميل، تسلم ايد احمد علي. انا بعرفك يا احمد علي. اخويا وحبيبي وحسام اخويا وحبيبي، واحنا ناقصنا بس واحد بس يا جدعان. محمود الطيب ومحمود الطيب اخونا محمود برضك الدفعه ينزل حبيبنا. من الجيش ونعملوا اكله زي دي طرش الطرش. كل يقول بطيخ. واللي يعدي البحر. ايوه واللي عدى البحر. احنا عايزينك تاكل وتتغذى يا محروس، عشان هتنزل دلوقتي تتصل لنا سمك. كنت مستني كابوريا منها. ايه؟ كنت مستني كابوريا منها. بصوا يا جماعة، ما في ابعد الله يقرفها. احلى مسا عليكم يا جدعان، اخواتي وحبايبي. غبنا عنكم عشان واخدين انذار على اليوتيوب، فيديو النار. يا جدعان انا اتبهدلت في فيديو النار ده، انا والطيب. هم بصراحه اتبهدلهم واليوتيوب نصفهم، اداني انذار وانا مش هعرف انزل حاجه في تراكين جامدين. هم حاسين بينا. يعني انت تعمل بقى حاجه فين من غير ما احنا نعرف؟ مش عارف انا والله. يعني يرضيك؟ لا. بس غلط من عندي. او اللي اتبهدل من الاخر. طب افرحك، الانذار اللي جالي بسبب الحالتين. مش بسبب الفيديو الكامل. لا والله. لا والله. فالفيديو موجود، فيديو موجود يا جدعان في القناه بتاعتي، بس في حالتين مش عارف انا خدت فيهم انذار ليه. يعني ما خدتش على الفيديو الكامل اللي هو الطويل، خدت على الحالتين بس. تمام. ففي تراكين كده جامدين قوي قوي قوي، ومن احسن الحاجات اللي انا عملتها. وفي تراك اسمه اتمسك بالحلم ده يا جدعان، ده جامد يا جدعان، اقسم بالله جامد صراحه ربنا. ما كنتش مصدق نفسي. من احسن حاجه عملتها في حياتي والله. فانتم دلوقتي تقدروا
بعد ما تتفرجوا على الفيديو ده كامل يا جدعان تقدروا تنزلوا تسمعوا التراكات وتقولوا لي رايكم بكل صراحه. محروس في لعبه هنلعبوها. انت شبعت وخلصت اول واحد تعدي البحر. ايوه كل سمك. ادعوا لي بقى، يا ريت تدعوا لي وحياة النبي. كده حصل. طبعا هنلعبوا لعبه هنلعبوا لعبه دلوقتي يا جدعان. احنا دلوقتي كلنا طبعا احنا الثلاثه عارفين بعض قوي، فاحنا هنقوله حاجه. يعني انا مثلا هقول لك موقف حصل لي وانت تقول حقيقه حصل بجد ولا ما حصلش، يعني هتقول حقيقه ولا كذاب كده. ماشي، فهنبداوا بمين الاول؟ محروس. نبداوا بمحروس الاول. يلا يلا نبداوا بمحروس. عشان خبطني بحديد على راسي الصراحه ومش ناسيها لحد دلوقتي، مش ناسيها. عشان كده يا جدعان جاي بهزر معاه بالسيخ قدام باب البيت قال لي الا الحديد. الا الحديد. طب بص، اي حاجه حد ما بحبش اهزر بيها. بص هي ديت حاجه حقيقه وانا واحمد علي عارفين هي حاجه حقيقه لان انا اللي عاملها. طب انا عملت لك ايه عشان تضربني؟ ايه؟ انا مش فاكر بصراحه عملت يا اسطى انت كنت شتام وانت صغير. يعني انا واحد يا اسطى يعني انت بتتفكر ان انا ضربتك بحديده؟ انا ما كنتش اعرفها. يلا ايه وجرى بجري على دين اخري والحديده رشقتني في نص، شفت النص بتاع الدماغ. رشقتني كده بعمل كده لقيت دماغي جاي نايم على الارض. المعلم ده باصص لي ورا، جه راجع تاني وماشي متنك، راح جاي مروح ولا كأني خبطني. طب ماشي. مش عايزين نفتكروا بقى الكلام ده لا بقى. لازم اخد حقي، ما انا لما انت خدت فتحت حقي نفسك. بالضرب لازم اخد حقي على الناس كلها والناس كلها تعرف حكايتي. انت فتحت نفس. بس يا الصراحه بعد كل اللي عمل فيها ديت بس احسن صحبه، احسن صحبه. كنت عايز اخبطه خبطتين يا جماعه. بقى ولا مش عارف هم بقى في المستشفى لفوا لي عمه على مش عارف كانت دماغي عامله زي مش عارف ازاي هو شافها. والله العظيم كنت انا اول مره اشوفه في حياتي يعتبر. ومش عارف كان معدي من تحت بيتنا كان بينقي كازوز ايوه كازوز زي العيال الصغيره. انا كنت بجيب كازوز اعمل بيه ايه كده اللي هو البتاع اللي بصراحه كده هي دي. عايز يشتغل، كان نفسه يشتغل في ديسكو وهو صغير ما عارفش. صراحه ربنا انا كنت بحب المشاكل وانا صغير، فقلت له انت بتعمل ايه يا ابني؟ قال لي انا بلم كازوز، فرحت جاي شاتمه بصراحه ربنا. فراح جاي هو عامل ايه بقى؟ ما انا بقول لك انت بتشتم ليه؟ بس انا ما قلتش حاجه والله، قلت انت بتشتم ليه؟ لقيته مندير من الشباك وجايب صيغ حديد قد كده اهو. بس الحديده اللي عارف الحديده اللي بتدقي بس اي حاجه مسمار اي حاجه جايب لي واحده من دي. وسبحان الله عملها لي كده اهو، البتاع بقت تلف كده في الجو راح ونص دماغي. هو كان نصيبي، هو ده نصيبي فاهم؟ كان هيجري ورايا يعني انا كنت جريت كده انا كده كنت متعود كده. راح المستشفى وجه بعدها بحوالي ساعه جاي لقيته بص متغير، دماغه ديت كلها شاش ابيض، ويا جدعان وشه يصعب على الكافر بصراحه ربنا. بصراحه ربنا الدم على وشه ناشف وعينيه عامله كده يا ابني، وعمال يقول ايه هو ده اللي ده هو ده. مش قادر يتكلم مش قادر يا اسطى. احكي بس حاجه تانية. خلاص لا احنا كنا مش عارفين، ما احنا كنا عارفين الخناق وهو اللي متخانق معاه وانا اتحكى لي على الخناق وعرفتها. فاحنا في الطبيعه نكون عارفين احنا عايزين حاجه احنا ما نعرفهاش، يا نصدقها يا ما نصدقهاش. نصدقها ما نصدقهاش. وممكن اقول حاجه حصلت او ما حصلتش، اكتر واحد هيحل غلط العقوبه. دلوقتي انا نقطه واحمد علي نقطه، انت سيف. ليه يا باشا؟ يعني انت قلت اجابه واحنا حليناها. ايوه احنا عارفينها. بس تشيك. ماشي. بصوا يا جماعه، انا هقول وانتوا تقولوا ايه حقيقه ولا كده. في مره انا كنت قاعد في فيلا مسكونه وحصلت حاجات في الفيلا ديت وانا كنت لوحدي وما كانش في حد معايا خالص. انا كنت لوحدي وحصلت اصوات وحصلت حاجات وترزيه وكلام من ده. كنت لوحدي ما كانش في حد معايا. حقيقه ولا كده؟ حقيقة. انت قلت حقيقه وانت يا احمد؟ كدب لانك كان معاك حد. لا ما كانش معايا حد. طيب يا جماعه كان معايا. طيب يا جماعه الاجابه الصريحه انها حقيقه حصلت بجد. فنقطه المحروس. كده بقيت انت نقطه وانا نقطه وانا نقطه. تعالى بقى فاضل انت. بصوا يا جماعه، انا كنت شغال في القاهره قبل كده في مكان يعني ما بدون ذكر اسماء.
كنت انا بنام انا وواحد على سرير، يعني كان السكن كان كل اتنين على سرير. كان الولد اللي جنبي ده كان من اسوان ماشي. كان يعني ايه، هو ما كان لما كان بينام كان بيجيب هدوم وبتاع ويحط عليها ريحه ويفرشها على السرير بقى، يعني ايه كل حاجه بتتحط مكانها. ما كانش هو بيحطها بمزاجه، انا كان كل حاجه بتتحط يعني بايه بالظبط. هو يقعد يعدل فيها سنه يمين سنه شمال، هي ما يعني هي ايه ما تفرقش السنه اليمين من الشمال بالنسبه لي، لكن هو بالنسبه له هو كالطفل. تمام ماشي. وجاله مره واحد السكن جاب له ازازه ريحه وطلع 2000 جنيه بيديها له. تمام. وجي بعديها بقى هو ايه، يعني احنا كنا بننزل الشغل وهو كان بيتاخر على الشغل، او ايه احنا ننزل الشغل وهو يتاخر على الشغل. صاحب الشغل راح له مره لقاه قاعد في الاوضه يتني يتكلم معاه، وهو عمال يكلم في ناس كده في ملكوت مع نفسه وما هوش مع حد. حتى صاحب الشغل نزل وطلع ورقه ومشاه، والولد كان التاني قاعد وما مشاش. حقيقه ولا كده؟ ديت حقيقة. أنا قلت حقيقة، محروس قال كده. أقول لك حقيقة ليه؟ ايه؟ أقول لك صح. كنت في مرة أيوة. في المدرسة. أنت بتلف في إيه؟ في المدرسة. في المدرسة. اه كان معاه فلوس في جيبي. كان معاك فلوس في جيبك وبتلف في قلب المدرسة؟ في جوه. جوه ماشي. وعمال الف والدنيا عمال تلف تمام. بعت ايدي في جيبي كده. أيوه. فلوس في جيبي بعد ما طلعت من المدرسة. في جيبك أنهي؟ جيبي كان في جيبي ده. اليمين ولا الشمال؟ اليمين. ماشي. بطلع استقل من جيبي خلاص ومروح. طلعت ايدك من جيبك أنهي؟ اليمين. كم؟ انا معاك هقفشك، اصل هقفشك. تمام. بطل كمل هقفشك. تمام. انا ماشي. وايه الحوار يا اسطى؟ رحت عند الموقف. انا معروف بقى لما بروح عند الموقف بديك بايدي في جيبي عشان اطلع اشرب كاس عسل اصلا. ايوه. هتدخل ايدي في جيبي كده. بطلع ايدي على ايدي فاضيه. مفيش فلوس. اليوم ده انت رنيت عليا. افهم بس، اليوم ده انت رنيت عليا وقلت لي يا حسام مفيش فلوس، يبقى اليوم ده كان حقيقي. الموقف ده كان حقيقي. وانت احمى علي. ده انت ما يا اسطى انت مالكش دعوه يا اسطى. لا حقيقي. يا اسطى انا صدق. اول وفي الاخر ده قرارك، يا تقول يا صح يا غلط. انا قلت صح. بس انت قلت له قول يا احمد علي. لا انا بقول له قول يا احمد علي. طيب ماشي ما انا قلت لك حاجه غيره خالص. انا ماشي، انا قلت صح يا جماعه، الموقف ده حقيقي حصل. وانا قلت صح الموقف ده حقيقي حصل. لا الصفر ازاي يا عم؟ ماشي انت بس انت كده انت بتنصبه. في مره كنت زعلان انا وهم يا جماعه، وخدت موتوسيكل وكده عديت بكفر الزيات. كنت صغير وكنت حاسس ان هيحصل لي حاجه اليوم ده، وقاعد افكر بقى ان انا ايه يعني امي زعلانه مني وكده. فوانا راجع من كفر الزيات على الكوبري كده، فعملت حادثه جامده قوي. وكنت ماشي على الغيار الخامس وعملت حادثه جامده قوي. كانت الفرامل ما كانتش راضيه تضغط معاه خالص، وعملت حادثه جامد قوي. والحمد لله ربنا نجاني منها باعجوبه، ان انا ما حصليش حاجه بس غير ايه دماغي اتفتحت بس ربنا نجاني منها حرفيا باعجوبه والحمد لله. حصل او ما حصلش؟ حصل. ما حصلش. انت قلت ايه؟ حصل. وانت؟ ما حصلش. حصل. حصلت. يلا مش مصدق نفسي والله. يلا انا اصورهم كلها معايا. يلا ديت حصلت كده. هو بقى نقطتين وانت نقطتين وانت 3 نقط. انا وانت متعدين تمام. كلنا اسره مع بعضينا. طب يا جدعان انتظرونا في كل جديد، وهنعوضه باذن الله الفتره اللي فاتت دي كلها. وانتظرونا باذن الله في كل جديد. محروس واحمد علي والتيم كله انتظرونا. وما بيهمناش انذارات ما بيهمناش انذارات. احنا ما بنهمش من اي حاجه. ما بيهمناش انذارات. ما احنا ما بنهمش من حاجه. اي حاجه. دلوقتي انتظر الفيديو الجاي. أيوة. وسلام. لا استنى، خشوا دلوقتي اسمعوا التراكين. ده اهم حاجه. بسلام دي. سلام.